السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة وولادكم وحبايبكم وبيوتكم وكل دنيتكم بخير وسعادة يا رب. عيد اضحى مبارك علينا وعليكم وعلى كل الناس يا رب العالمين. ان شاء الله النهاردة تاني يوم العيد، بس الفجر بقى احنا بدري جدا. فعايزه اقول لكم ان احنا بقى عملنا بقى امبارح الفته واللحمه والرقاق اول يوم كده. فالنهارده بقى ان شاء الله هنشوي باذن الله. هنعمل كفته وهنعمل كباب وهنعمل فراخ محشيه، وهنشوف هنقطع لا مش فراخ محشيه، هنعمل كنتاكي. تمام. وهنشوف الفراخ هنقطعها ازاي. الفيديو مش هعمله كامل علشان هيبقى طويل جدا، فهعمل كل حاجه لوحدها. تمام. فان شاء الله خليكم معايا وتابعوني، وما تنسونيش في لايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. هنشوف كل حاجه لوحدها بتتبل ازاي وهتتقطع ازاي. انا مقطعه اللحمه قطع صغيره كده، هنشوفها برده في الفيديو بتاعها. واللحمه المفرومه برده هوريها لكم اتعملت ازاي في الفيديو بتاعها. تمام. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في اول حاجه معانا. اول حاجه هنعملها الفراخ الكنتاكي. هنشوف مع بعض هنقطع الفرخه ازاي وهنتبلها ازاي وهنتبلها بايه، وبمكون سحري فظيع 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 فظيع، وعن تجربه ان شاء الله تجربوه وتكون حلوه معاكم. يلا تابعوني، وعايزين ندخل في الموضوع على طول عشان الموضوع كبير 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 كبير. طبعا لازم الحاجه تتبل قبلها بفتره كافيه، تقريبا 8 9 10 ساعات، وكل ما تتبل اكتر كل ما تبقى احلى اكتر اكتر، وتبقى جوسي اكتر اكتر. ان شاء الله. يلا معانا نبدأ على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ان شاء الله دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. وان شاء الله ندخل على طول في اول حاجة معانا. هنعمل الفراخ الكنتاكي بطريقة سهلة جدا 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 وبسيطة جدا جدا جدا. هنقطع الاول الفرخة. معانا فرخة كده بسم الله الرحمن الرحيم، بنت ناس محترمة هي. بصي حبيبة قلبي، بتجيبي كده الفرخة بتقلبيها كده ماشي. بتيجي على الجزء اللي تحت ده، بيتشال طبعا كله كده. هو ده ملوش اي 30 لازمه اساسا. انا في العادي كده كده بقطعه وبنضوه. تمام. بتيجي بقى من هنا، بصي من الجزء اللي فيه العظمه السلسله دي. تمام. بتيجي في اولها من هنا وتروحي. طبعا احنا خلينا متفقين كالعاده في مقصات عندك في مطبخك، كل حاجه ليها حاجه. يعني مقص للحمه، مقص للفراخ، مقص للخضار، مقص كل حاجه ليها مقص عندي في المطبخ، بتنجز معايا بطريقه حلوه جدا 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 وسريعه. تمام. انا فصلت اهو اول حته، باجي على الجزء الثاني الناحيه الثانيه اهي. بصي الطريقه دي هتسرع معاكي قوي وهتبقى سهله جدا جدا. ممكن تلاقي حته عظميه ولا حاجه واقفه معاكي في الطريق، يعني شدي حيلك عليها سنه بسيطه هتلاقيها كسرت معاكي. زي دي مثلا اهي كده. نقطعي اهو ادي الرقبه. تمام. بتيجي بقى على الفرخه بتاعتك اهي. انا بنتي فصلتها لي اساسا نصين وهي بتغسلها. طبعا الفرخه مغسوله منقوعه كويس جدا بميه عشان تنزل كل الدم اللي فيها. بس هنا بتيجي على الصدر اهو، ادي اللحم نفسه. بتيجي على العظمه دي بتفصليها كده. فصلت معاكي اهي. اهي بصي بكل سهوله خالص بتتقطع معاكي. احنا هنقطعهم الاول 4/4، وبعد كده نقطع كل ربع 2 أو 3 على حسب الفرخه عندك حجمها قد ايه. انا عاده بجيب الفراخ 2 كيلو، 2 الا ربع، 2 وربع على حسب ما بتبقى موجوده. فالفرخه دي تقريبا يعني تقريبا 2 كيلو وهي صاحيه، فقلت طبعا شويه بعد التنظيف. تمام. احنا هناخد بقى كده بصي الورك اهو. بتيجي من عند اللي هو الجزء اللي فيه المفصل ده، بتروحي قصه كده اهو. بصي المفصل اهو، شايفه ازاي اهي. اتقطع معاكي الجزء ده لوحده اهو، والدبوسه لوحدها اهي. تمام.
طبعا هيتغسل تاني يا جماعه، لسه احنا بنقول يا هادي. بس انا غسلاها ونقعها من بدري جدا، لان دايما بتبقى الحاجات دي عندي مفرزه، فطبيعي ان انا بطلعها واحطها في ميه وملح لو هطبخها، يعني لازم احطها في ميه وملح لو هتطبخ. لكن مش هتطبخ، هتتعمل كده مثلا كنتاكي او هتتعمل بريستو او هتتعمل اي حاجه. بريستو ولا ايه؟ بريستو دي الحله. بصي اهي دي الورك التاني اهوت. تمام. بصي لو حابه تقطعي الورك ده كمان 2 بتقطعيه من اول المفصل برضو، بتشوفي اخر العظمه فين اهي من هنا، وبتروحي قصه هيتقص معاكي عادي جدا. تمام كده. بس انا طبعا مش قصه، عندي بقى الصدر. هنيجي على الجزء اللي فيه المفصل من هنا اهو، وهتروحي قصه كده اهو كده، قصت معاكي اهي زي الفل. ماشي. عايزه بقى الصدر طبعا لازم يتقص 2 او 3 اللي باقي، فانا هقصه على 2 بس كفايه كده عشان يبقى برضو قطعه محترمه يعني. هي دي العظمه اهي. اهي كده، ودي كده، وعليها الجلده بتاعتها. على فكره انا ما بحبش اشيل الجلد خالص لما بتبقى الفراخ كنتاكي او بروستد، ما بحبش اشيلها خالص. يا جماعه معلش اعذروني، انا لسه صاحيه من النوم اساسا، فلو هنكت منكم في الكلام سامحوني بقى، يعني لو قلت مصطلحات غلط او حاجه محدش يعلق لي على الواحده. اهي بصي كده اهي. ماشي. الورك برضو بنجيبي على اضعف حته من العظم وتروحي قصه، ونقص من هنا كده بزاويه، مش مشكله يعني، مش هتقول لا. المهم نحافظ على الجلده بتاعتها دي، عشان هي دي اللي هتبقى ايه، هتخرفش كده وتقرمش في الكنتاكي بتاعنا. ودي جلدتها راحت فيها والله يا جماعه. انا دايما جلدة الصدر دي بتوه فيها اهي، هي دي بتاعت دي ودي على فكرة. بصي اهي مش مشكلة بقى. تمام كده اهي، قطعناها بكل سهولة. هنغسلها غسلة كويسة تاني ونرجع مع بعض على طول ان شاء الله. بصي يا حبيبة قلبي، انا كده قطعت الفراخ. بصي ازاي قطعتها بالطريقة دي كده، شقتها فتحتها بس كده فتحات. تمام. عاوزه اقول لكم ان انا عملت الفيديو بتاع الكنتاكي ده قبل كده، بس ما فيش نصيب ويتعرض، اتحذف كله، اتمسح كله مني من قبل ما انزله. ماشي. تعالي بقى نشوف اللي عملناه. كل الفرخه قطعتها بالطريقه اللي انا وريتها لك دي اهي. بصي كلها كده شقتها شقه كلها كده، علشان الفراخ بتاعتنا احنا مش هنسلقها، احنا هنقليها على طول. بس اهم حاجه تتبل فتره كويسه جدا جدا، علشان كل ما بتتبل كل ما اللحمه بتاعتها بتطرى وبتبقى اسهل في السوا. تمام كده. يبقى احنا عملنا الفرخه بتاعتي، غسلتها كويس جدا بعد ما قطعتها وفتحتها كده، اديتها كده فتحات كده. ومعايا بقى ميه بصل وطماطم. تمام. دي ميه بصل وطماطم عملتهم في الكبه، بصل مع طماطم عملتهم في الكبه ونعمتها قوي 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 مع ربع كوبايه ميه، وبعد كده عصرتها. تمام. خدت منها الميه بتاعتها علشان اتبل بيها الفراخ واتبل بيها اللحمه الكباب بتاعنا، والتفل هحطه على اللحمه المفرومه هنشوف برضو علشان واحنا بنعملها الكفته. تمام. معايا بقى المكون السحري بتاعنا البيبسي. البيبسي يا جماعه، ايوه البيبسي، كله يستغرب. البيبسي اللي احنا بنشربه، عايزه اقول لك انه مفعوله في الفراخ تحفه تحفه وعن تجربه.
انا مش بقولك كده انا اول مره اجربها، لا انا جربتها قبل كده كتير وبعملها بتطلع طريه طراوه وجميله جمال. عارفه مدياكي كده مفعول صويا صوص على باربيكيو على حاجات كده مختلفه مع بعض، بتدي طعم فظيع وبتخليها طريه بطريقه حلوه قوي 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 قوي. معايا بقى في التتبيله هحط روزماري وزعتر، معايا توم بودر، بصل بودر وجنزبيل، معايا بابريكا، معايا بتاع دوت كركم او كاري، معايا فلفل اسود، معايا اللي هم ال 12 بهار اللي انا عاملاهم، معايا ملح، معايا شطه بتاعه الاندومي او اي شطه عندك، معايا ليمونتين، معايا علبه زبادي. هو انا طبعا ممكن استغنى عنها بس هي كانت عندي في التلاجة وهتبوظ، فانا هحطها معاها برضو تديها طعم حلو. تمام كده، دي المكونات بتاعتي. هنبدأ كده على بركة الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا مش هناخد المية كلها، هناخد نصها بس علشان النص التاني احطه على الكباب. بسم الله. عايزه اقولك ان المية المركزة تحت اهو كده حبة عشان نحط شوية على اللحمة. ماشي، وهنحط البيبسي بتاعنا. جربوها يا جماعة والله ما هتندموا، والله ما هتندموا بأمانة، مش هتندموا فعلا. وصفة فظيعة فظيعة فوق الوصف. هنحط الملح بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا ما كنتش نقعها في ميه وملح اللي بتتعمل كنتاكي او بروستد، ما بتتنقعش بميه وملح زي ما قلت لكم، بتتنقع في ميه بس تنزل دمها، لكن الملح ممكن يخليها تاخد سوا كتير. انا مشغله المروحه في وشي فهتطير كل الحاجات دي عليا. ماشي، ادي فلفل اسود، وادي ال 12 نوع بهار بتوعنا. بصي يا حبيبتي معلقه كده من كل حاجه اهو، وادي الكاري او الكركم يديها لون مصفر كده مع التتبيله بتاعتنا. لسه في برده تتبيله تانية واحنا بنقلي. تمام، غالبا هيبقى كل البهارات دي برضو. وادي كاري بتاع دوت بابريكا، ده جنزبيل. جنزبيل حلو جدا جدا يا جماعه، حلو قوي قوي. حبايب قلبي اتعودوا عليه تشربوه حتى كده. الجنزبيل ده مفعول السحر، ده مضاد حيوي قوي جدا جدا، مضاد حيوي رباني. وادي توم بودر، وادي بصل بودر لان احنا مش حاطين ولا توم ولا بصل. الزعتر والروزماري بقى على حسب ما انت حابه، عاوزه تحطيه هيعزز لك طعم زياده ماشي، مش هيخسر. بصي هو لسه مش مطحون، فانا هديها حبه كده. انا بحب الزعتر والروزماري قوي، بحس ان هما كده من البهارات اللي هي ولاد ناس قوي يعني كده. بحب احطهم في العجين بس بفرمهم. ماشي، كيس الشطه دي انا اصلا مش عارفه فيها ولا لا، لان انا ولادي على طول بيخلصوها، هما الوحيدين في البيت اللي بيحبوا الشطه اصلا. واخويا طبعا، اخويا فظيع في الشطه يا جماعه. والله هي حلوه على قد ما هي حلوه على قد ما هي مضره، بس انا سبحان الله ما بتحبنيش، بس انا مضطره علشان عايزه طعم الفراخ يبقى سبايسي شويه، وما تعرفيش بقى هي كنتاكي ولا تندوري ولا ايه بالظبط، حاجه كده تلخبطك يعني. ماشي، بسم الله. نقلب بقى الزبادي دي. والله يا جماعه ممكن الزبادي ما احطهاش، انا ممكن اكلها على فكره. جميل، يلا نحطها بقى وخلاص.
بس تعمليها كده اهو قبل ما تحطيها. اهو كده الليمون بتاعنا اللي ملوش اي 30 لازمه، الليمونه عامله زي البليه مش عارفه تتحط في العصاره ازاي اساسا. بسم الله. يعني احنا ممكن نحط ليمونتين مع بعض. الحمد لله. والله يا جماعه حاسه انها ما بتنزل حاجه، حاسه انها ما بتنزلش. الليمون فاضي مفيهوش ميه، ابني جايب لي ليمون مفيهوش ميه. بس بلا وجع قلب عشان الليمون ده اصلا مفيهوش ميه، واحنا هنعصر بايدينا عشان نطلع كل الميه اللي فيه. بس هي الخطوه دي اللي طويله شويه علشان بس اعرفك التتبيله هتبقى ازاي وهتقعد وقت قد ايه. ممكن نقرب ده كده بدل ما انا رايحه في اخر الدنيا. الشطه كلها دخلت في مناخيري عندي بقى. كده اهو. بصي بقى حبيبتي، كل التتبيله دي كده مع بعض اهي، خليها بقى تتشرب كلها، حاولي تنزليهم كلهم مع بعض. بصي اهو كل اللحمه وكل البيبسي مع كله اهو زي ما انت شايفه كده. حاولي تفتحي كده وتدخلي يعني كده، شيلي الجلد وخليها كده عشان اللحمه نفسها تتشرب اهو. بصي كده طبعا الملح اللي بيه اهو كله كده عشان الملح يدوب كله اهو اهي كده. وهنسيب بقى الفراخ بتاعتنا بالتتبيله بتاعتنا الحلوه الجميله دي في التلاجة فتره كافيه جدا، 8 ساعات بقى 9 ساعات زي ما انتي حابه. وكل ما يزيد كل ما يبقى احلى، ولو من بالليل يبقى افضل وافضل. يعني لو انت هتعمليها مثلا بكره يعني تتبليها من امبارح، فاهمه، من النهارده ده لو انت هتعمليها مثلا بكره تمام كده. المهم تقعد في التتبيله بتاعتنا فتره كافيه جدا. خلاص هنسيبها بقى في التتبيله ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. ايوه حبيبه قلبي، رجعنا مع بعض تاني. الفراخ بتاعتنا اتبلت اهي، قعدت فتره كافيه جدا. بصي بنبدا نقلبها بقى كده كده تمام. معايا بقى الخليط بتاعنا اللي هحط فيه ده حبتين بيض على شويه لبن، وحطيت عليها فلفل اسود وملح، ودي ميه هنحتاجها وهنشوف دلوقتي هنحتاجها ليه. والدقيق بتاعنا حطيت عليه نفس البهارات والتوابل اللي حطيتها على تتبيله الفراخ. حطيت توم باودر وبصل باودر وبابريكا وجنزبيل وكركم وملح وفلفل اسود، نفس الحاجات اللي حطيناها على الفراخ هي اللي حطيناها على الدقيق. نبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم نشتغل على طول على بركه الله. بسم الله. ناخد الاول الفراخ بتاعتنا كده اهي من اولها ونحطها في البيض. ماشي، خليكم معايا خطوه خطوه. يبقى اول حاجه بنحطها في البيض
واللبن. تمام كده. بعد كده بنطلعها على الدقيق، بتكبسيها دقيق جامد. هو نسيت اقولك ان انا حطيت كمان شويه بقسماط على خلطه الدقيق دي، وحطيت اللهم صل على النبي نشا. حطيت حوالي 5 معالق نشا، كيس نشا، وحطيت حوالي برضو يعني شويه بقسماط، يعني حبه بقسماط كده مطحون حطيته عليها. ده بيديله برضو نكهه حلوه جدا جدا. جربيها كده هتلاقيها حلوه قوي ان شاء الله. بصي بقى، بعد الدقيق بتروحي حطاها في الميه. تمام، خليكي معايا خطوه خطوه ماشي. وتروحي مرجعاها في الدقيق تاني ماشي كده، خطوه خطوه اهو من اول ما عملنا واحنا مع بعض. تهيألي الخطوات كده مش صعبه. تمام، وبتكبسيها جامد بقى بالدقيق بتاعنا والنشا والبقسماط اهو كده. بصي اهي بقت حلوه جدا. دلوقتي كده عشان اهي ناخد واحده كمان عشان ما اطولش عليك الفيديو. اهي دبوسه في البيض واللبن، ومن البيض واللبن على الدقيق والنشا والبقسماط، وتكبسي جامد بايدك الدقيق عليها كده بالشكل ده اهو كده. وفي الميه كده، وتاني في الدقيق والبقسماط. تمام كده. عشان ما اطولش بقى الفيديو هخلصهم ونرجع مع بعض بقى واحنا بناكل اهو. حبيبه قلبي، انا كده عملت الفراخ كلها بالخلطه بتاعتنا، الدقيق والبقسماط اللهم صل على النبي انا حطيت ايه، والنشا، عفوا يا جماعه معلش. والزيت بتاعي دلوقتي على نار عاليه. تمام، وبتستني لما الزيت يسخن قوي، وبعد كده بتروحي ايه حاطه الفراخ. اول ما بتحطي الفراخ بتروحي موطيه، وبعد كده بتروحي معليه الزيت عليها. تمام، يعني اول ما بتحطي بتروحي موطيه، وبعد كده بتروحي معليه عليها الزيت. تمام كده. هنحط الفراخ بتاعتنا كلها بقى ونرجع تاني مع بعض. بصي حبيبه قلبي، ده الفراخ هي خلصت. بصي سماع القرمشه ما شاء الله، حلو قوي قوي. سماع حلوه قوي قوي ما شاء الله، وطريه جدا. عايزه اقول لك ان هي يعني عايزه افتح لك كده حاجه، يعني مستويه من جوه، فتحت حته انا كده. حلوه قوي قوي ما شاء الله. جربوا الطريقه دي صدقوني مش هتندموا بجد. ان شاء الله اشوفكم في وصفات جديده. دي اول حاجه خلصت معانا الكنتاكي. هنشوف بقى بعد كده الكفته والكباب، ونشوف بقى السفره كامله ان شاء الله مع بعض باذن الله. والرز كمان، الرز طالع حلو قوي، معمول بطريقه جميله. هقولك عليها برضو ان شاء الله، تكون الوصفه عجبتك باذن الله، وتكون خفيفه عليك ان شاء الله. واشوفك في وصفات تاني جديده باذن الله. ما تنسونيش في لايك واشتراك وفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، باي باي.